انتهى هذا المشروع إلى فشل سريع كما هو، وهو فشل لم تصنعه الإرادات الوطنية في الدولتين، ولكنه ربما فشل بسبب تدخلات خارجية. للحفاظ على مصالحها كانت فرنسا قد لعبت دورا مهما في هذا الاتفاق من خلال وزير الخارجية التونسي محمد المصمودي، الذي كان لمرات عديدة سفيرا في فرنسا. وهنا نستحضر وثيقة أعدتها إدارة المغرب الفرعية التابعة للإدارة العامة لشؤون المغرب وتونس التابعة للخارجية الفرنسية بتاريخ 27 من أيار مايو عام 1959. هذه الوثيقة لها أهمية خاصة تكمن في تحديدها الواضح والصريح لسياسة فرنسا تجاه المغرب وتونس، حيث تبدأ الوثيقة: إن السياسة الفرنسية تجاه المغرب وتونس تستلهم في المقام الأول هم الحفاظ على المصالح الفرنسية الكبيرة في البلدين، مصالح خاصة ناجمة عن استيطان جاليات كبيرة العدد من أيام نظام الحماية، ولكن أيضا مصالح الدولة الفرنسية العليا على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية.